السلام عليكم. نعمة الرزق والكفاية. الرزق يا صاحبي مش شوية فلوس، ولا حتى شوية لبس، ولا حتى بيت تتباهى بيه أو أنتريه تقعد عليه وتتفاخر. الرزق يا صاحبي هو سعة صدر، طمأنينة قلب، ستر رباني في كل تفاصيل اليوم، لقمة ساخنة بعد شوية تعب، تمرة تكفي جوعك، شوية مية باردين في جو حر، إيد تمتد ليك بالعطاء. فيا صاحبي، الرزق ممكن يكون صلاة، إنك تداوم عن الصلاة، إنك تداوم على ذكر الله. الرزق ممكن يكون في أب وأم يدعوك إنك تطيع ربنا دوما. رزق يا صاحبي ممكن يكون صاحب يرشدك إلى الطريق الصحيح. الرزق يا صاحبي ممكن يكون ابن وأب، ممكن يكون جار، ممكن يكون حد مر عليك، مجرد إنه مر عليك لكي يعطيك نصيحة واحدة. وعشان تشكر نعم ربنا يا صاحبي إنك تتذكر دايما المنعم عليك، وتتيقن إن الفضل من ربنا، وإن السعي على الرزق واجب، وإن الثقة بتبارك لك الأسباب. ومن الورع يا صاحبي في الكسب إنك تبعد عن الشبهات، لا ربا ولا رشوة ولا غش ولا تفاخر بالمال، وتحفظ الأمانة، وتؤثر في المكسب الحلال عن المكاسب السريعة المشبوهة، وتطلع حق المال عليك. زكاة تطهر المال، وصدقة تشفي بها قلب المريض، هدايا تلين القلوب بينك وبين أحبابك وأصحابك. ولما تيجي تفرح يا صاحبي، افرح بلا إسراف ولا تبذير. مش هقعد على القهوة شيشة وحجارة وبتاع، اشرب كوباية شاي، كوباية ينسون، كوباية سحلب، يعني بلا إسراف. لما ربنا يرزقك المرتب ما تصرفوش في إسراف وتبذير. الكفاية يا صاحبي ساعات بتتشاف في قناعة صادقة، بيت صغير بس آمن، هدوم بسيطة بس نظيفة، أكل قليل بس فيه بركة وفيه قناعة بيه. ومن شكر النعم يا صاحبي إنك ما تتجلش نفسك بدين ملوش لازمة، بدين عشان أجيب أنتريه بالشكل الفلاني، أو عشان أشطب البيت بالمستوى الفلاني. ليه تداين دين ربما يعدي عليك، وربما ما تعيش أصلا إنك تكمل. فعيش حياتك بسيطة، ولا على قدر الرزق اللي ربنا رزقه لك، وما تتجلش على يومك وعلى همك هموم الدين. ويا صاحبي، لا تبيع الصدق عشان ربح زائل، يعني لا تقول الزور. وما تقارنش نفسك يا صاحبي بالآخرين، والله المقارنة يا صاحبي ما تسرق الشكر من الله عز وجل. كل ما بتقعد تفكر فلان عنده وفلان وانا ما عنديش، فلان معاه، وتقعد تقارن نفسك بالاخرين، والله بيزيدك هم، وبيسرق منك نعمة انك تشكر ربنا على اللي ربنا رزقك بيه. وكمان بتخلي تطرق فيك سخط داخلي والعياذ بالله. فيا صاحبي اشتغل بجد، وادعي بصدق، وقل يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واديم عليها. ولما ربنا يوسع عليك في الرزق، حاول ان السلام اللي انت ربنا رزقك بيه من رزق وامان انك تديه لغيرك، انك تساعد غيرك. ولما يبقى ربنا معاك رزق كويس، حاول انك تعمل مائدة رحمة بينك وبين أهلك، وبينك وبين أصدقائك، عزومة، اعزموا بعض وحبوا بعض، والله عشان يبعد حتى عنهم العين ويبعد عنهم. ولو قدامك فرصة عمل إنك تساعد حد، حاول تساعد. أنت جيت في مكان كويس، هات حد معاك. ده من أنواع الرزق، ومن أنواع أن ربنا يبارك ليك في رزقك. يا صاحبي كمان إنك تستر أي زلة حد تحت إدارتك، وتراعي دي كويس. وحاول كمان تراعي يتيم، أو تعطف على فقير. ساعتها يا صاحبي الرزق هيتحول
من مال زائل لعبادة دائمة وأثر باقي يرضي ربنا. فيا صاحبي لا تنسى، يا رب أكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، وارضنا بما رزقتنا به وزده وبارك فيه، وارضنا بما منعتنا عنه، واجعل من قلوبنا وعقولنا قناعة بما أعطيت وبما منعت. والسلام عليكم ورحمة الله.